السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم معايا. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال الاحتفاظ بالفواكه أو الخضر. اليوم غادي نديرو الفواكه، غنديرو التفاح والإجاز، وغادي نديرو السفرجل اللي هو السفرجل ماشي فاكهة بطبيعة الحال، السفرجل كنخضروا به. غندير معكم 3 ديال الأنواع بطريقة اللي هي سهلة ونحتفظوا بهم لمدة عام كامل. تيبقى داك السيرو يعني معسل غزال، وكيبقاو الفواكه على حقهم وطريقهم. فاش كنبغيو نستعملوهم في الكيك أو في لي طارت أو في الطويجنات، كنزوقوا بهم الطويجنات كيجيو غزالين، وما تيكونش الموسم ديالهم، يا تيكونوا غاليين يا ما تيكونوش. بالنسبة للسفرجل هو اللي كيتقطع، أما التفاح والإجاص راهم على طول العام كنلقاوهم. بالنسبة للطريقة سهلة بزاف. الفواكه أنا عندي هنايا، عندي السفرجل، عندي الإجاص، وعندي التفاح. السفرجل كنختاروه ضروري يكون نقي، ميكونش مسوس، باش ملي نجيو نقطعوه ما نلقاوش من الداخل فيه السوسه ونبقاو نديرو الطرفه عوجين. هنا عندي 2 ديال الليمونات حامضات معصورين، العصير ديالهم. الإجاص عندي كمية منه، والتفاح كمية منه، والسفرجل حتى هو عندي كمية منه. أول حاجة غادي نديرها، غادي ناخذ هنا درت لتر ديال الماء و400 غرام ديال السكر. غادي نصايب السيرو اللي غادي نرقد فيه هاد الفواكه، غادي نديرو يطيب. كندير السكر مع الماء، مع واحد لتر ديال الماء فيه واحد 2 ديال المعالق ديال الحامض، ديال العصير الحامض، و400 غرام ديال السكر، وغنديرو فوق النار مهيله باش على ما يطلع ليا هو الغليان نكون انا ساليت دوك الفواكه نقيتهم. هنا في واحد البول خديت الماء، غادي ندير فيه العصير ديال الليمون الحامض باش الفواكه ديالي يبقاو في اللون ديالهم. فاش نكون كنقي ما يكحالوش، اللي درناهم في الماء بوحدو كيتغير لهم اللون ديالهم، كيولي ماغون صافي. وغادي نبدا بالتفاح هو الاول. كنختاروا التفاح يكون نقي، ما يكونش فيه دوك الضريبات لا حتى حاجه، ما يكون فيه لا خموجيه لا دوك الضريبات اللي تكونوا بحال هكا التفاحه مضغوطه، كتبقى لونها واحد النقطه كحل ماغو، حتى هي ما تكونش. باش نقيو التفاحه نلقاوها بيضه كتشعل. ونختاروا التفاح صغيور، كيجينا في القرعه كتهز لينا بزاف اللي كنديروا فيها، وتيجينا حتى فاش كنجيو نخضروا به شي طويجين اولا نديروه في شي طاغط ولا شي حاجه، كنديروه هكذاك على صاينين كيجيو صغار. إلا كانت كبيرة كنكونوا مضطرين قبل ما ندخلوها في القرعة خصنا نقسموها. من الأحسن نديرو الصغيورين. تنقيوها وكناخدو هاد الأداة ديال المطبخ، كنفرغوها من الداخل، كنحيدو لها ديك الزريعة اللي كتكون فيها كلها. من واحد الجهة كنثقبوها نحيدو لها ديك الزريعة، ومن الجهة اللي فيها النبسة اللي كتكون نابتة منها كنخليو لها داك العويد ديالها. تنقيو الجناب ديالو ونحيدو القشرة وكنخليو العويد، كيعطي شكل زوين فاش كنخضرو به ولا كنديروه في شي طورطة. نفس الطريقة غنديرها للتفاح اللي عندي كله. غادي نحيد القشرة وغادي نفرغو من الداخل من داك الزريعه اللي فيه لداخل، دوك القشيرات الرقاق اللي تيكونوا بشي موس رقيق، ولا بهاد الاداه هذه اللي كنفرغوا بها القرعه فاش كنبغيو نحشيوها، ولا كتكون عندنا في المطبخ، ولا التفاح ولا اي حاجه بحال هكذا. هذا الموسم ديال التفاح تبارك الله موجود ورخيص، كتلقاو الاشكال والانواع اللي بغيناه كاين في السوق، وثمن رخيص. فاش كنصبروه كيبقى عندنا، واخا التفاح راه تيكون على طول الموسم كنحتاجو هاد التفاح اللي تيكون هكذا معسل. فاش كنمشيو ناخذوه من على برا كناخذوه بثمن غالي. اللي جينا نصايبوه في الدار كنصايبوه باش غادي نصايبوا واحد الكميه كناخذوا بها لا بواطه من السوبر مارشي. صافي كنفرغوه كله بحال نفس شكل التفاح كله، غادي ندوز ليه نفس الطريقه. وغادي نمشي لفاكهه واحده اخرى حتى هي. نقيت التفاح، هنا خديت بول واحد اخر، درت فيه الماء ودرت فيه العصير ديال الليمون الحامض، وغادي ندير فيه البعويد حتى هو نفس الطريقه. نحيد القشره. البعويد كنختاروه ما يكونش طايب بزاف، حيت ملي كنديروه من غير كنديروا على داك السيرو اللي كنطيبو، راه كنديروه في النار باش نعقموا القرعه، راه كيزيد يطيب. باش نديروا لهم داك التعقيم الاخر باش يبقاو ما يفسدوش لينا، راه كيزيد يطيب شويه. من الاحسن البعويد يكون واحد شويه قابط راسو، ما يكونش طايب بحال ديال الماكله كاع هاري. كنفرغوه من الداخل من ديك الزريعه اللي فيه. صافي وغادي نحط في الماء اللي فيه الحامض. حتى البعويد كنخليو له ديك العريش ديالو، ديك اللي تيكون ديال النبته، كنطوي كنقصو منه كنخليوه باش كيجي لا في الطاجين ولا في
في لي طارت كيجي داك الشكل ديالو زوين فاش كنخليو ديك النبته ديالو الا بغينا نستعملو صاين. صافي غادي نفرغها حتى هي من الداخل. هاد الاداه كتساعدنا دغيا كتفرغ لينا وفي نفس الوقت ما كنهرسوش ما كتنشقوش ديك البعويده ولا التفاحه فاش كنجيو نفرغوها بالموس واحد شويه تقدر تخسر. خديت بول واحد اخر حتى هو درت فيه العصير ديال الليمون وغادي نصايب فيه السفرجل. السفرجل انا اختاريته نقي باش ما يجي، حيت السفرجل في الغالب كنلقاو فيه واحد السوسه واخا ما كتكونش باينه من برا. اختاريته نقي وغسلته ما بين لي فيه كاع لا سوسه لا والو، ولكن هذه فتحتها، هذه بوحدها اللي فتحتها لقيت فيها ديك السوسه اللي كتكون في السفرجل. هاد الطرف غادي نقسمو على جوج حيت لقيت فيه مسوس. والسفرجل تيكون قاصح في القطع ديالو، دائما نستعملو شي موس يكون ماضي. كنفرغوه من الداخل، داك القصوحيه اللي كتكون فيه كنقطع، كتكون فيه واحد الداخل فاش كنحيدو الزرع كنلقاو واحد الطبقه قاصحه حتى هي ضروري نحيدوها، وكنشرطوه من الفوق باش يدخل هاد التعسال. غادي نقي حتى هو السفرجل اللي عندي كله بنفس الطريقه، غادي نقطعو مرصوات بالشكل اللي بغيت. نقطع هذه السفرجله على 4 ولا على 8 د القطع ولا على 6 د القطع على الحجم اللي بغيت، ونقيهم بحال ما هكذا، نفرغهم من الداخل، نحيد لهم ديك الطبقه القاصحه، نشرطهم من الفوق ونحطهم حتى هما في الماء، الماء والليمون الحامض، العصير ديال الليمون الحامض. نتوما تشوفوا كيفاش الحامض كيحافظ على الفواكه في اللون ديالهم، ما كيتغيرش اللون، ما كيوليش داك الا ما درنا غير الماء بوحدو غادي نلقاوهم فاش غادي نسالي غنلقى كلشي ولا مارو. هذاك الفواكه فاش نقطعوهم الا ضرب فيهم الريح اولا حطينا مغرف في الماء تيولي لونهم مارو. الا درنا لهم الليمون الحامض راه معروفه هذه كيبقى في اللون ديالهم. اما نقطعوا لي حامضه على جوج ونبقاو المرسو اللي قطعناه ندوزو ليه الحامض نفركوه بالحامض ونحطوه، اما نديرو الطريقه درت انايا تجي عمليه من الاحسن، نديرو الماء ونديرو فيه العصير ديال الليمون الحامض ونلوحو فيه القطع. انا نقيت كلشي، شوفوا كيفاش بقاو محافظين على اللون ديالهم. تفاح جهه كنفرغ منها الزريعه وجهه كنخليها بالنبته ديالها. البعويد حتى هو السفرجل نفس الشيء، قطعته قطع على القياس اللي بغيت وشرطته من الفوق باش يتعسل ليا مزيان، يدخل هذاك السيرو مزيان. وفاش نعاودو نطيبوه من نبغيو نستعملوه نلقاوه نيت اللون هذاك المذاق ديالو ولا حلو. هنا عندي القريعات اللي عقمت، خديت القراعي اللي غادي يكفيوني، خديت 6 ديال القريعات ودرتهم في واحد الطنجره كبيره، درت الماء حتى طلع فوق منهم، خليتهم فوق النار من بداو كيغليو ربع ساعه، وطفيت عليهم وقلبتهم فوق واحد السربيته ليله كامله اولا 3 سوايع ولا 4 باش ينشفوا. صافي غادي ناخذ الفواكه اللي نقيت كلهم غادي نحطهم، درت فرش السربيسه فوق منها الورق النشاف، غادي نحط كلشي فوق منها باش تسقطر من الماء. عاد غادي نبدا نعمر في القريعات. كيقبضنا الوقت واحد شويه، ولكن انا مع التصوير قبط لي شويه الوقت، اما كون ما كنتش كنصور ما غاديش نحس بالوقت نهائيا. تيقبطنا واحد شويه ديال الوقت، ولكن كنلقاو راسنا في الاخر درنا شي حاجه اللي كنحتاجوها كنلقاوها. التفاح اللي قلت لكم صغير، شوفوا كيفاش من غير اننا كنستعملوه كيعجبنا ملي تيكون صغير، حتى فاش كنديروه في القريعات كتهزنا القرعه بزاف ديال الحبات ملي تيكون صغير. قرعه انا زدت لي شي 9 ديال الحبات. السيرو عندي عطفيت عليه حيت كندير على نار مهيله، غادي نجيب السيرو من فوق النار غادي نفرغوه على، ضروري يكون بحال هكذا سخون غليان، نفرغوه القرعه اللي عمرناها نفرغوا فيها نعمروها بالسيرو ونسدوها. سنعمر داك الشيء اللي عندي كله، السفرجل البعويد والتفاح.
نحاول نفرغ حتى نغطيهم. صافي ناخد قرعه واحده اخرى ندير فيها الايجاز. البعويد ما لقيتوش صغير، درتو شويه ما كبير ما صغير، وكن نفضل يعني يكون صغير من الاحسن حتى هو مرت عليه الماء. داك السيرو اللي صايبت هنا بغيت ندير واحد حيت بغيت القرعه جوج وحده نخليها فيها هاد ورده الباديان وفيها القرفه، وحده غندير فيها غير القرفه، هذه نخليها للطويجنات والاخرى نخليها اللي درتها في شي طارس ولا في الكيك ولا في شي حاجه. نسيت ما درتهاش في الاول، انا ضفتها عليها وغادي نسدها. هنا غادي نعمر السفرجل، نستفوه بشي طريقه اللي غادي ترفد لنا باش ترفد لنا القرعه بزاف ديال القطع، ماشي غنجيو نرميو، نستفوه مزيان. وحتى هو غادي نعمرو عليه بالماء والسكر اللي صايبنا يعني بالسيرو، وغنكمل نعمر القريعات اللي عندي كلهم عاد باش غادي نديرهم يتعقموا، نديرهم يطيبوا اخر مره يعني وهما عامرين. انا عمرتهم كلهم. دابا غادي نجيب واحد الطنجره وغادي نعاود بعدا نضغط على هذوك ندور الغلايق نتاكد انهم مزيان مغلوقين كلهم. درت فيهم يا اما القرفه يا اما ديك النواره ديال الباديان والقرفه على حسب الاستعمال كل حاجه وليش غادي نستعملها. غادي نجيب واحد الطنجره ندير في نصها بالماء، راه دايرها فوق النار بعدا باش ما ندخلش القراعيس فيهم الماء طايب في الماء بارد يطردقوا ليا. درتها كتغلى باش غادي تبدا شويه تفوت السخونيه تقرب للغليان، غادي ندخل فيها 3 ديال القريعات. غادي نرجعها فوق النار وغادي نجيب طنجره واحده اخرى ندير فيها 3 ديال القريعات اللي بقاو. انا بالي الماء قليل زدت باش يوصل لهم الماء للنص. غادي نحط عليهم واحد السربيسه ونحط عليهم الغلاقه حيت القرعي شويه بقاو خارجين، ونخليهم 20 دقيقه فوق النار. هنا جبت طنجره واحده اخرى درت فيها نص ديال الماء خليته سخن حتى هو، وغادي نحط فيها القريعات اللي بقاو بثلاثه حتى هما نفس الحاجه. عندي ما درتش نفس الحاجه، تيبقى واحد شويه القراعي فوق مغطي ما داخلش لداخل باش ندير الغطايه ديال الطنجره حتى هما غندير فوقهم واحد السربيسه مطويه وعاد ندير الغلاقه ونخليهم 20 دقيقه. خليتهم 20 دقيقه غلاو فوق النار، جبتهم حطيت واحد السربيسه وحطيتهم قلوبين بعدا حتى شويه بداو ماشي يبردوا غير شويه بدات قديت نقيسهم بيدي باش نزير لهم الغلايق. زيرت لهم الغلايق مره واحده اخرى وحطيتهم مقلوبين ليله كامله. ضروري من هذه العمليه باش يخرج منهم الا كان فيهم شي هواء. هذه هي الطريقه تخليهم يبقاو معنا السنه كلها ما تيغمالوا ما والو. ضروري نقلبوهم بحال ما هكذا باش نتاكدوا ان داك الهواء اللي تيكون فيهم خرج، نتاكدوا منهم مغلوقين مزيان ما منفسنش من شي بلاصه ما حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه تخليهم يبقاو لينا سنه كامله. كنلقاو داك السيرو باقي نقي على حقه وطريقه، وحتى الفواكه اللي فيه باقيين في الجوده ديالهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. باقا غادي نشارك معكم مخللات بالنسبه للخضر، وباقا نشارك معكم فواكه وحده اخرى، باقا نشارك معكم انواع ديال الخل قبص الرمان، بزاف ديال الفيديوهات من هذا النوع. نتمنى يكون الفيديوهات اللي كنشارك معكم كيعجبوكم، ولا كنتو حتى لهاد اللحظه بقيتو كتفرجوا في الفيديو ديالي ما تنساوش الاشتراك الا كنتو ما مشاركينش والتعليق ديالكم الزوينين ولي لايك ديالكم. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.